الناس ما كانوش يتصوروا العلمانيين انه النهضه باش تاخذ السلطه. صحيح. ظل الباجي يؤكد سنه كامله انه الاسلاميين لن في اقصى الحالات ما يوصلوش 20%. 20% هذا ما قابل للسيطره عليهم، اما تجيبهم تعطيهم وزاره ولا اثنين هامشيه والا بعدهم وتعمل حكومه من غيرهم. اما المفاجاه الكبيره كانت في النهضه رغم القانون الانتخابي الجائر اللي عملوه، ورغم ذلك فحصلت النهضه على القيمه اللي ما عادش ممكن اقصائها، بل هي اصبحت تتحكم في تدير العمليه. هذه ما كانش منتظرا من احد لا في الغرب ولا في الشرق ولا في العلمانيين، ان النهضه تاخذ الحكم. والنهضه خرجت من تحت الردم في سنه واحده، لم يمت روحها. وكما قلت ريحه الدين الشعب يريد هذا الدين. الان الفئات العلمانيه في البلاد هذه صحيح اللي هي ما اخذتش اغلبيه، ولكن شوفوا الاعلام بيد من الان؟ بيدهم. الاعلام بيدهم، والاقتصاد بيدهم، والاداره التونسيه نحن موجودين فوق، لكن الاداره ما زالت حتى الان بدايه من العمد. وتشوف الان التجمع راجع، وبيدهم الاعلام. الجيش مش مضمون، الجيش مش مضمون، والشرطه مش مضمونه بالضروره. هو اللي عملوا هذوما البوليسيه اللي عملوا اذن لهم علي العريض بهذا؟ لا، ما زالوا موجودين في السلسله، كل ما زالت بيديهم. كل اخواننا لو ضاع ما يغركمش العدد، كونكم خرجتوا 1000 و2000 و10000 و20000 ما يغركمش العدد. أركان الدولة، مفاصل الدولة ما زالت بيدهم. صحيح. الدواليب كلها ما زالت بيدهم. خذوا وقتكم حتى لين تغيروا. الآن مش عندنا جامعة، الآن عندنا وزارة شؤون الدينية. الحمد لله. والآن مش عندنا دكان، عندنا الدولة أعطانا رب السوق. ولكنكم قوم تستعجلون. الآن أنا نقول للشباب السلفي، أنتم البارح وكنا جميعا الطاحونة تدور علينا. لا المساجد بيدينا درس وما شئتم. الآن من أراد منكم يعمل تلفزة يعمل تلفزة، واللي يعمل إذاعة يعمل إذاعة، واللي يحب يعمل مدرسة، واللي يحب يعمل جامعة، وتحبوا تعملوا مخيمات، وتحبوا تستدعوا الدعاة من كل مكان وتعملوا مشاريع. لماذا أنتم مستعجلون؟ ليش ما تاخذوش وقتكم حتى تهضموا الاشياء اللي تحققت لكم هذه؟ هل تظنون بانه ما تحقق لكم غير قابل للتراجع فيه؟ هكذا كنا نظن نحن في الجزائر 91 وقت اللي كنا في الجزائر وظهورنا سخونه بالجزائر، كنا نظن بان الجزائر اقلعت ووصلت الى نقطه لا عوده، وتبين أن ذلك كان تقديرا خاطئا، وعدنا إلى الوراء، وأصبحت المساجد تحت سيطرة العلمانيين من جديد والإسلاميون مطاردين. ألا يمكن أن يحصل في بلادنا هذا؟ ممكن. هم انتخبوا ب 80% وتم التراجع عن ذلك. معنى النخبة العلمانية في بلادنا أقوى منها في الجزائر، والإسلام الجزائري أقوى من الإسلام التونسي. ومع ذلك تم التراجع. العاقل هو إذا حصل على كسب يأمنه، يحطه في الجيب، يحطه في الخزان، يسكر عليه رأس المال، حتى بعد باش يزيد القدام يطمئن إلى أنه الشيء هذاك اللي كسبه أصبح مضمون. نحن كسبنا يا أخواننا في سنة واحدة شيء عظيم، وهذا الشيء العظيم ما هوش مكسب نهائي، مش ثابت. شوف المؤامرات اللي قاعده حولنا الان، وكلهم قاعدين يتجمعوا، تجمع بعد تجمع، كلهم قاعدين يتجمعوا ضد شكون؟ ضد الاسلام؟ ضد الاسلام، ضدنا. فنحن عوض ان نقول ان نطمن الناس، نعطي خطاب تطمين، ما نخوفش الناس، ونقولوا هالكسب اللي حصلنا عليه نامنوه،
ونعظموه، معناها نزيد عليه. كم عندنا من جمعيات، المفروض نملوا البلاد بالجمعيات وننشئ المدارس في كل مكان. ولكن الناس ما زال جاهله بالاسلام. في ان واحد نحن انتقلنا من تحت الارض الى الحكم. اولادنا اللي يحكموا ما زالوا ما عرفوش الحكم، ما زالوا ما تعرفوش على كراسي على محيطهم. الوزارات اللي موجودين فيها هو وزير الفوق، لكن اللي تحته الكل ملغم، كل يحفظ. كم يحتاج الوقت هو باش يتعلم الساعة باش يحكم وباش يأمن محيطه، باش يولي محيط يخدم معاه مش يتآمر عليه. ما زلناش اخواننا نتبع حماس الشباب. حماس الشباب جيد، ولكن ينبغي ان يحكم بلجام العقول. احنا بالمجد الان، هل هناك مصلحة حقيقية للإسلام في أن نضيف إلى نص الشريعة، النص الدستوري الموجود، نضيف إليه التنصيص على الشريعة؟ هل هناك مصلحة لنأخذ هذه المعركة؟ الآن نحن نقول الشعب التونسي ظاهرا، والسياسة تحكم على الظاهر، سلم بالإسلام دينا للدولة. موضوع الشريعة ثم قسم من التوانسة، النخبة التونسية اللي كنا بيد هذه مفاصل القوة خايفة من الشريعة. نحن عندنا فرق ما بين الشريعة والإسلام ولا ما عندناش فرق؟ نحن هو مسمى آخر، لأن الشريعة بمعناها الحقيقي، الشريعة بمعناها الحقيقي عقيدة وشعائر وشرائع، ما يجي بالمعنى وحتى إخواننا اللي متحمسين لإضافة نص الشريعة نقول لهم يا إخواننا تحبوا تطبقوا الحدود؟ يقولوا لا نعني بهذا، ما زال. طيب ماذا تريدون؟ يحب النص. يحب النص ليش؟ يقول لأن النص باش يقيد السلطة. النص السابق ما قيدش السلطة، ولا نقول ما قيدهاش. هذا كله نظرة سطحية، نظرة ظاهرية، ما فيش عمق، ما فيش عمق. واحد متمسك بالنص، نص الشريعة، هذا الإسلامي الظاهري، والعلماني الظاهري كيف متمسك أنه هذا خايف من قابل الإسلام ورفض الشريعة. هذا مثل ما فعل سيدنا عمر لأنصار لبني تغلب، قالوا لا ندفع الزكاة، لا ندفع الجزية، لأن فيها حق من شأنهم. قال ماذا تريد؟ قال ندفع الزكاة. فضحك سيدنا عمر، قال هم تدفعوا. لأنه قبل المسمى ورفض الاسم. فالعلمانيون رفضوا، قبلوا الإسلام وما قبلوش، ما يقبلون الإسلام برك، لأن ربي قال إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. والحرص هذا على أنه يا أخي النص هذا لم يقيد سلوك الدولة في السابق، هذا نظر شكلي. لأن متى النصوص قيدت الدول؟ النص الرجال هم الذين يحركونه ويمشون به.